السلام عليكم يا شباب، ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره تشوف القناه دي اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا نستمر في تنزيل فيديوهات اكتر واكتر. طيب. في الدور ده انا داخل صن. تمام. معانا زيتيان ميد، باين جانجلر، اطلس في التجوال وكلينت جولد. جوشن واضح غالبا هيدخل خبرة قصادي. موسكوف في الجولد، فيكسانا ميد، وفرانكو هيبقى التجوال، وهارلي جانجلر. طبعا انت تقابل جوشن في الخبرة يعني نادر جدا. تمام. وصعب يعني جوشن دلوقتي ميتا وكل حاجة، ولكن يا اما جانجلر يا اما ميد. تمام. مش مستحيل. مش مستحيل، في ناس بجوشن بتبقى لعيبة. يعني انا ما اعرفش هل جوشن هيأدي ولا لا. تمام. وفي ناس بتبقى بوجيشن بتعك عشان هو ميتا فبتدخل اي حاجه. طبعا انا فرانكو جه حاول يسحب البوف، بس الحمد لله مش ما بيعرفش يدوس الفيرست. تمام. وانت لو الجانجلر جه خد البوف ده، وطبعا ده عشان الروتيشن الجديده. تمام. فانت ساعده وهتعرف تاخد الويفه زي ما انا عملت. وطبعا من الصوره بتاعت الفيديو، فانا هنا مش هجيب جزمه لصن. يعني انا هبدا على طول بالايه، بمعدات بتزود سرعة حركتي. تمام. ودي كتجربة يعني. ومدة الفيديو مش كبيرة، انا ملحقتش اخلص البيلد في الفيديو. تمام. فان شاء الله ابقى اصور اكتر من فيديو على الموضوع ده عشان يبقى فيه المعدات كاملة. يعني اصور فيديو يبقى فيه المعدات كاملة. وبالمناسبة طبعا انا بسجل الصوت غالبا، مش دايما بس غالبا بسجل الصوت بعد لما اخلص الفيديو، مش وانا بلعب يعني في الجيم نفسه. هنا طبعا ضغط على صن جامد جدا يعني، على جوشن. تمام. انا كنت صراحة اروح للميد، بس لقيت الويفة جت. هو طبعا بيحاول يفريز الويف، وهو هنا هو في الاضعف، فهو فعلا يعني الكلام ده كان صح. تمام. حسيت ان هو هنا هيقتلني. يعني دخلت دخله مش احسن حاجه. انا خفت عشان هو كان عامل عليا الفريس، بس هو ما رضاش يدخل. انا صراحه شايف ان هو كان ممكن يقتلني، بس هو يعني كان برضه في فرصه ان هو يموت. ف يعني ربنا سترها. بص، هو ربنا سترها، لانه لو دخلني كان اكيد كان وش هيقتلني. لكن بقى هو كان هيموت ولا لا كان الله اعلم، بخصوص ان هو كان هيظهر على اخر التاور، فكان ممكن التاور ملحقش يضربه اصلا. على العموم هو وصل ليفل 4. وانا صراحه كنت بلعب سيف زياده قوي، خصوصا ان انا قدامي جوشن. يعني صن قدام جوشن هو افضل. تمام. جوشن خطورته الكبرى لما يكون جانجلر، لانه بيبقى متقدم في الليفل عنك، لكن هو في الخبره قدك. يعني في فرصه. يعني المهم هنا ضغطنا على فرانكو. هو ما عرفش، هو دخل جامد قوي يعني، غالبا كان هيموت. يعني انا ما كنتش متوقع صراحه في دماغه ايه. طبعا انا هنا كنت هحاول اخد الليفا، بس ايه، حسيت ان موجوش موجود، وفعلا ما موجوش موجود. وهنا عملت داش، وهنا عمل الكومبو غلط. تمام. فيعني اظن لو كان ممكن يلحقني لو كان عمل الفيرست. هنا طبعا هارلي حاول يجيبني من تحت التاور. وبالمناسبه صن من اصعب الابطال اللي انت ممكن تجيبهم من تحت التاور. تمام. يعني هو حاول يضغط عليا، جه تاني ما لحقتش اعمل ريكول. حاولت اضغط عليه، انتقل بسرعه. طبعا هنا انا قلت ايه، هو غالبا هيقتلني، بس انا هحاول ما اموتش لوحدي. فانا دوست السكند تحجير. تمام. او دوست تحجير الفيرست. راح هو اللي مات. يعني سبحان الله، انا كنت عامل حسابي ان هو انا اقتله واموت معاه. بس سبحان الله انا عرفت اهرب وهو مات. فخطأ كبير قوي ان انت صراحة تجري ورا صن، خصوصا ان هو معاه تحجير، وانت عارف صن يعني صن من الابطال اللي عندهم دشات كتير. تمام. ونسخ ولخبطه، شغل صعب، وخصوصا ان صن ممكن يعمل دامج بسهولة جدا. فكانت غلطة من هارلي، يعني هو الراجل طمع في الكلاية. طبعا دلوقتي انا خلاص الفترة بتاع الجوشن انا بقيت افضل منه دلوقتي. اقدر اضغط عليه بسهولة، معايا الالتيميت، الدنيا تمام. وقدرت اخد الكراب منه. وطبعا انا دلوقتي عمال استك عليه. يعني انا كل فيرست بعملها عمال استك عليه. طبعا. طبعا
عشان انا عارف برضو ان جوشن مش دامج عالي قوي، يعني هو لو ما عملش الكومبو فمش هيعمل دامج، لازم يعمل الكومبو عليك عشان يعمل عليك دامج، لازم يدخل فيك. فهو هنا مش هيدخل فيا. فانا عمال اعمل النسخ، عمال لي اضرب النسخ، لان لو هو قاعد يقتل في النسخ بتاعتي هيكسب جولد وهيكسب اكس بي، وده حاجه لعيبه تصن كتير قوي بيغفلوا عنها، ان انت بتقعد تفيد الخصم اللي قدامك تمام، حتى هو ما بيقتلكش، مجرد بس ان هو بيقتل النسخ بياخد جولد واكس بي. لكن انا عشان انا قدام الجوشن فعادي يعني، فاهم؟ كده انا مستفيد منه بقى ليه؟ لان انا كده عمال استك عليه. يعني انا دلوقتي بقى معايا 6 استكات في اللي هو معدة حزام الرعد، وكمان هي المعده دي بتديني موبيليتي. ودايما لو هو مخطط ان انت تجيب حزام الرعد فجيبها يا اما اول اتم يا اما تاني اتم. طبعا انا جايبها اول اتم لان مش هجيب جزمه، يعني لو انت هتجيب الجزمه او البوت فانت جايبها ايه تاني اتم عشان تقعد تستاك، لان انت لو جبتها متاخر فمش هتستاك كتير، اخرك هتلاقي مثلا 30 ستاك ده لو الدور طول، فاهم؟ هنا طبعا بنجري ورا هارلي. انا اصلا ما اعرفش هو ليه حود لجوه اكتر عندنا، يعني كان المفروض يحاول يطلع بره او يتجه عندهم، يعني اما يحاول يروح للميد يا اما يحاول يتجه عندهم، هو اتجه عندنا. وما اكدبش عليك هو الدور سهل يعني تمام، حتى اختياراتهم فرانكو وهارلي حاليا بعد النيرف برضو ما بقاش احسن حاجه. انا ما بقولش ان هو ضعيف، في ناس بتلعب بهارلي بتكرهك في الجيم. طبعا جوشن خبره، هو جوشن كجوشن هو ميتا، لكن في الخبره ميزه ابطال الخبره ان انت بتطلع دمج عالي وفي نفس الوقت عندك قدره تحمل تمام. فانت بجوشن بتضيع كل الكلام ده، بتلعب بسفاح، فانت بتضيع كل الكلام ده حرفيا يعني. هنا هم عملوا سواب تمام، نفس الحكايه. وهنا تقريبا يعني حرفيا بس ان انا عملت عليه الكومبو طير نص سهمه. أم، هنا انا حاولت اجيبه تمام، وخصوصا بالفيرست، بس لو كان معايا الفيرست يعني، خصوصا بعد لما زيتنا عملت الالتيميت، لو كان معايا الفيرست كنت ممكن احاول اجيبه تمام. بس كده كده يعني قشطه، كل ما الدور يطول كل ما صن بيقوى. فانا مش هجيبك المره دي، وهو ما شاء الله عنيد، مش عايز يعني مش عايز ايه، مش عايز يرجع للبيز وهيموت دلوقتي، يعني هو عناده ده هيقتله تمام. انت المفروض انت دلوقتي هيلك قليل، قدامك بطل، قدامك بطل اقوى منك، ارجع وانت مش شايف كمان التيم، هو مش شايف على فكره ان التيم هو باين جه قتله من ورا، هو ما كانش مركز اصلا في الماب تمام. يعني انا متاكد ان هو ما كانش شايف ساعتها بقيه التيم بتاعي، ولو كان شايف فده معناه يعني ده مشكله اكبر. فانت كنت المفروض ترجع، وده على فكره في اي لين، ده انت لو في لين طريق الخبره او الجولد او كده، لو انت مش شايف، لو انت هيلك قليل ومش شايف الماب مثلا اي اعداء ظاهرين على الماب، على طول انسحب، على طول انسحب. مش مهم ان انت تضيع عليك ويفا او الدم الطور يتدمج، اهم حاجه ان انت ما تموتش عشان ما تقعدش تفايد الايه الخصم. بس موسكوف ما شاء الله كان عنيد. المهم نرجع تاني. طبعا هنا نبوش، هو رجع بس برضو ما رجعش في الوقت المناسب، يعني هناخد التاور. طبعا انا هنا ما دوستش التحجير تمام، لان حسيت برضو ان هو هيهرب مني، هيفلت مني، خصوصا ان انا مش شايف كل تيم الاعداء على الماب، يعني ممكن يكون في فيكسانا فعلى ايه ان انا اضيع التحجير. هذا انتهى. طبعا انا نتيجتي 1-0-4، مش واو تمام. ليه مش واو؟ عشان بس مش مشاركتي، يعني مشاركتي في تيم فايت قليله، يعني انا اغلب فعلا الدور لحد دلوقتي في الاكس بي لين. انا طبعا قلت اقعد هنا شويه تمام، بعد كده حسيت ان هو اصلا في فايت فوق، فقلت اطلع على الفايت. لو هاردي ما كانش عمل السكند بتاعته كان زماني عملت عليه تحجير. فرانكو عمل الفيرست غلط، فرانكو ما شاء الله من اول الدور عمال يعمل الفيرست غلط من اول البوف. فهو اصلا واضح ان تيم الاعداء كان يعني كان اختياراتهم مش كويسه، وكمان حتى الابطال اللي هم منظمينهم كان غلط يعني. ونصيحه مني، فرانكو حاليا ضعيف جدا. انت عندك اطلس ميتا، عندك خفرع ميتا، عندك ميليتور ميتا، بيليريك هايلوس. ف ده حتى ده انا يعني بعتبر الدعم زي فلورين واستس افضل من اطلس، افضل من فرانكو قصدي حاليا. طبعا طول ما انت تقدر تبش طورات بش تمام، وخصوصا لو انت بتلعب بشخصيه عندها البيزك اتاك سريع زي صن يعني. هنا مسيطرين على الدور تماما. انا هنا برضو اقدر ادخل براحتي عشان عندي متانه بسبب اللي هو الحزام الرعد
تمام. ودي ميزه البيلد دي، ان انت يعتبر سرعتك كويسه، يعني انا هنا بتحرك بسرعه كويسه، انت لو لاحظت هتلاقي ان انا بتحرك بسرعه كويسه. تمام. وفي نفس الوقت بس بتستحمل دامج وبسبب دامج. تمام. وحتى حزام الرعد على فكره بيزود لي الدامج. وقوه صن بالنسبه لي البيلد دي الجميل فيها ان صن قوته بتقعد تزداد مهما الدور ازداد. تمام. في الوقت يعني دور 10 دقايق ماشي، دور ربع ساعه ماشي، دور نص ساعه معاك، دور ساعه انا معاك، كده كده قوتي هتقعد تزداد ما دام جايب حزام الرعد. تمام. انا بحب جدا البيلد دي. طبعا البيلد دي ايه فكرتها؟ عشان انا مش هخلصها في الدور ده للاسف. فكرتها كريتيكال دامج. انا بطلع كريتيكال دامج، وخصوصا لما معدات كريتيكال دامج خدت بوف، ف بقت بتعمل فيه معده بتعمل بيور دامج. تمام. فده حتى التنكات زي فرانكو مش هيستحمل يقف قدامي في الليج جيم. هو عموما صن اصلا مفيش اغلب الابطال اللعبه ما يقدروش يقفوا قدامه في الليج جيم. طبعا هنا كنت مستني موسكوف، بس هو كان حاسس بايه، يعني هو كان حاسس ان انا هاجم عليه، فانا عملت التحجير. هو على طول عمل، يعني هو عمل الفريس في وقت مثالي لدرجه ان هو تجنب التحجير. طبعا ما كملتش عليه، لقيت جوشن، فانا على طول انسحبت. يعني انا كنت احاول اكمل عليه بس انا حسيت ان في حد معايا فعلا. طبعا هنا بتيجي ميزه صن، هو اصلا فرانكو مش قوي في الفيرست، وميزه صن ان هو يقدر يهرب بسهوله جدا. تمام. وزي ما انا قلت لك البيلد دي ما بتضحيش انت بالسرعه، يعني في ناس بالنسبه لهم بتبني صن موبيليتي، انا صن ادخل اعمل الكومبو واهرب واقعد اجري، فالبيلد دي ما بتضحيش بالحركه دي. هنا هتقول لي هو ليه اطلس جمع فرانكو بس؟ صراحه في تيم ضعيف زي ده. تمام. وحتى لو انت ضدك ناس اقوياء وهو جمع واحد فقشطه، يعني ينفع، لان في ناس بتقعد تتجنن اللي هو ده انت جمعت واحد، انت ليه بتجمع واحد في المره؟ لا ينفع، ما دام هيجمع واحد ونقتله احسن من ما فيش. وخصوصا ان اطلس دلوقتي ليها بلدات كتير ان هو ايه بيبني تقليل وقت انتظار. طبعا الدور خلص، انا بقول لك دور سريع جدا. وكان التيم ضعيف، بس هو الدور ده اساسه فكرته البيلد بتاعت صن. وما متناش الدور ده، ما متناش الدور ده. ادي النتيجه. تمام. جبنا 8 ذهبي، كويس جدا مع ان احنا ما شاركناش في التيم فايت. 2-0-6، النتيجه مش واو. تمام. بس انت ما متش، ممكن ذهبي عشان انت ما متش، يعني لو مشاركه في التيم فايت لا، فالواحد ما شاركش قوي في التيم فايت. أه هنا برضو بص على دامج. تمام. تشوف كل حاجه. والدور ده صراحه يعني ايه ما خدمش البيلد قوي، ما خدمش الدور عشان كان قصير. وكده وصلنا لاخر الدور، واتمنى ان انتوا تكونوا